بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. بحبكم في الله. ان شاء الله عملنا مع بعض طريقة العيش المصري الفلاحي على اصوله، وطلع بالجمال والشكل اللي انتوا شايفينه ده. ان شاء الله النهاردة هوريكم في الفيديو طريقة العجين، طريقة الرح، طريقة الرمي في الفرن، وهقول لكم كل تكات العيش اللي احنا محتاجينها. هنسمي الله ونخش على الفيديو ان شاء الله كده. وانا معايا الدقيق بتاعي نخلاه. كل مره بنخل الدقيق قدامكم وقلت لكم يا جماعه ضروري جدا ان الدقيق يتنخل. ونزلت عليه بالملح بتاعي، ونزلت بباكت خميره ومعلقتين سكر عشان انشط الخميره بتاعتي. طبعا انا مفهماكم يا جماعه ان الدقيق لازم يتحط له ملح كويس وتحط له خميره كويسه. قايله لكم ان الكيلو دقيق بياخد معلقه ملح صغيره. حسب بقى ما انت ما هتعجني كيلو، هتعجني 2 كيلو، هتعجني 3 كيلو، حسب الكميه اللي انت هتحطيها تعبري بمعلقه ملح صغيره لكل كيلو. طبعا انا بحط الملح كويس علشان قايله لكم العجين يا جماعه ما يلزقش في ايدك وانت بتخبزي قدام الفرن. وبتحطي خميره كويسه عشان الرغيف ما يبقاش تقيل من تحت وعامل ايه، وش من فوق كده مش كويس. يعني هيبقى تخين من تحت والطبقة الوش بتاعة الرغيف هتبقى رقيقة. فانت تحطي خميرة كويسة. واحنا في فصل الصيف طبعا غير فصل الشتاء. فصل الصيف العجين فيه غير فصل الشتاء. اولا في الصيف انت بتعجني بمية من الحنفية عادية خالص، لكن في الشتاء لازم بتسخني المية كويس. وبعدين تاني حاجة ان انت بتكتريش الخميرة قوي في الصيف علشان الحر بيخلي العجين يفور منك بسرعة او يختمر بسرعة. طبعا انت بتعجني العجينة عجنة كويسة. انا بقلب الدقيق كله بالمية الاول، وما بكترش المية عشان الت العجين كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه انا بعمله ده، عشان العجين يرب معايا عرق ويبقى كويس. وانا النهاردة عجنة عيش دقيق يا جماعة. انا خلطة دقيق بلدي على دقيق زيرو. زيرو ده اللي هي العلامة اللي بتبقى العلامة الاولى يا جماعة في الدقيق، وحط عليها دقيق بلدي برضو اللي هي ما بتبقاش العلامة الأولى طبعا، علشان الدقيق البلدي بيخليه طري وبيخلي العيش معاكي طري وجميل، غير اما تخبزيه كله دقيق زيرو. طيب انا بعجن معاكم اهوت العجين كويس، ولازم انا بلته. وكل ما احس ان هو محتاج ميه انا ما بحطش كميه الميه كلها مره واحده يا جماعه، عشان اخلي العجين بتاعي قلت لكم يربي عرق ويبقى جميل. وغير كمان ما يربي عرق، الدقيق مش كله بيتقبل ميه. حسب الدقيق، يعني في دقيق بيتقبل ميه كتير وفي دقيق ما بيتقبلش ميه كتير، واحنا متفقين على كده. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام يا جماعه؟ تمام معايا. بكل ما احس ان على العجين بيحتاج ميه بحط ميه لحد. طب انا بعرف ازاي ان العجين بتاعي ما عادش محتاج ميه؟ اما الاقي ايدي كلها ما عادش العجين بيمسك فيها، ما عادش بيلزق فيها خالص كده، العجين بتاعي بقى تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كده العجين بتاعي بدأت ان انا اطبه في مرحلة الطب. مرحلة الطب في العجين دي يا جماعة دي المرحلة الأخيرة خالص في العجين، ودي بتبقى آخر حاجة علشان بدخل في العجين بتاعي هوا، علشان العجين يبقى كويس معايا ويبقى تمام معايا قدام الفرن، يبقى زي الفل ويبقى خفيف في خبيزه، يبقى العيش خفيف كده. انا هطب العجين وهبدأ ألم العجين بتاعي اهو يا حبايبي. هلم العجين بقى وهرش على وشه شوية دقيق في الآخر، وطبعا هغطي العجين كده. تمام انا خلصته، وببدأ ألم العجين بتاعه هو بالشكل اللي انا قلت لكم عليه يا حبايبي. وطبعا احط على وشه حبة دقيق كده واغطي العجين واشيله. طبعا انا هتركه يختمر حوالي ساعة أو ساعة ونص. ده في الصيف. العجين ممكن ياخد مني في الشتاء حوالي ساعتين، ولو عجنة كمية قليلة عندي ممكن تاخد مني في الشتاء ساعة واحدة حسب الكمية اللي أنا بعجنها برضه. طبعا أنا بغطيه وبغطيه بحاجة تقيلة كمان شوية وما بعرضوش للهواء. طبعا احنا جينا يا جماعة في مرحلة تقريص العجين. أنا طبعا لازم أنخل الردة بتاعتي كويس زي ما أنا قايلة لكم برضه. أنا بنخل الردة كويس زي ما بنخل الدقيق كويس، وببدأ أقرص العيش بتاعي. التقريص طبعا سهل جدا، مش عايز حاجة. أنا قايلة يا جماعة في كل فيديوهاتي أنت ممكن تقرصي على زيت، وممكن تقرصي على مية، وممكن تقرصي على دقيق حسب ما أنت بتحبي أو حسب ما أنت متعودة. بدأت أقرص العيش بتاعي اهوت. وطبعا يا جماعة أنا هكلمكم عن العيش شوية. في ناس بتقول إن العيش بيعمل طبقة أو وش منها لما تيجي تخبزه. أنا قلت لكم يا جماعة إن العيش بيتغطى، العجين بيتغطى
كويس بعد ما بتقرصيه، بتغطيه بقماشة قطن، وبدل القماشة 2، وما تعرضيش نفسك في مكان للهواء علشان خاطر العيش ما يعملش طبقة أو قشرة منك على الوش. ولو انتي برضو العيش بيشقق منك او بيعمل زي ما انتي بتقولي كده، فانتي بعد ما تخلصي وتغطي بلي فوطة او قماشة قطن، وغطي بقماشة ناشفة الاول، وبعدين بلي فوطة قطن وحطيها على وشها وهي مرطبة، مش عمره ما هيقشف منك. كده انا بدأت يا جماعة في مرحلة الخبيز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بلقط الرغيف على ايدي الاول، وطبعا لازم تحطي على المطرحه بتاعتك رده على دقيق عشان العيش ما يلزقش منك. والرحه طبعا يا جماعه انا قايله ان انت بتمسكي المطرحه من قدام ومن ورا، وبتنطري لقدام وتفردي، تنطري بالمطرحه لقدام، وبظبطه بايدي في الاخر كده، وببدا احدف في الفرن بتاعي. وطبعا وانا شغاله بريحه كده لازم بتابع اللي في الفرن كويس علشان ما يتحرقش مني. اللي في طبعا الفرن عشان ليه جناب، والجناب الولعه طالعه من ناحيتين يا جماعه، فبتحمر الجنبين. لازم تديري الرغيف علشان ما يحمرش من ناحيه او يتحرق منك من ناحيه، والناحيه التانيه لسه ما استوتش. فانا بدير الرغيف او بقلب الرغيف اهوت، علشان خاطر في ناحية بتبقى احمرت شوية لو تلاحظوها، والناحية التانية لسه بيضة. فأنا بجيب اللي احمر شوية من الجناب يمتي أنا بره، وبدخل الحتة البيضة في الرغيف أو الناحية البيضة تستوي في الرغيف من جوه اهو يا حبايبي. وببدأ ان انا اظبط الجناب بتاعتي والولعة بتاعتي كويس، وانا شغالة برضو بريح. بسم الله ما شاء الله، العيش طالع روعة من الفرن. يكفي ان هو عيش بيتي، عيش نظيف انا عاملاه بايدي اهو. بسم الله ما شاء الله، خبزت حبة عيش زي الفل يا جماعة، ما شاء الله. وإن شاء الله تعليم خبيز العيش سهل مش صعب، واللي عنده اللي حابب الأمر ده هيسعى فيه، وهيبقى الموضوع سهل عليه إن شاء الله. اه شايفين الريحة يا جماعة؟ تمسكي ايد من قدام وايد من المطرحة. طبعا اللي لسه مبتدئة او لسه بتتعلم جديد تعمل كيلو دقيق واحد وتقرصه عيش صغير، ما تقرصوش عيش كبير، وتحاول ان هي تتعلم الريح مرة واتنين وتلاتة. بعد كده هتلاقي الامر سهل عليها جدا، وهيبقى الامر ان شاء الله ميسور، ومش هيبقى صعب ولا حاجة ان شاء الله. طبعا انا بالشكل شايفين العيش قد ايه جميل. اه طبعا انا قايله لكم يا جماعه وانا بحدف في الفرن في حدفه، وفي حاجه اسمها حدف، وفي حاجه اسمها شطح. بالنسبه لنا احنا عندنا كده الحدف ان بتحدفي الرغيف قدامك كده، بتحدفيه كده يعني قدامك كده على طول. الشطح ان انت بتدوري ايدك بالمطرحه وانت بتحدفي الرغيف، فالشطح ده بيوسع الرغيف اكبر، بيخليه يوسع ويكبر اكتر من اكتر ما هو على المطرحه. والحتف بيطلعه زي ما هو، والاتنين حلوين وما شاء الله، يعني حاجة زي الفل. طبعا انا كده خلاص اهوت في نهاية الخبيزة يا حبايبي، وعلى وشك ان انا اخلص ان شاء الله بالشكل اللي انتوا شايفينه، بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. طبعا قربت انهي، وكده انا خلصت الكمية بتاعتي، وده الشكل النهائي للعيش. واللي عجبه الفيديو بتاعي يا جماعة ما ينساش يحط اللايك ويشترك في القناة، وما ينساش يفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.